الرحمن الرحيم. الشيخ حسن دغيم رجل معروف في الحقيقة، ناشط وداعية وصاحب كلمة مؤثرة في الحياة والمجتمع، ولكن فاجأنا في لقائه مع إحدى القنوات عن الإعلان الدستوري يقول أن الإسلام يشمل النصيرية والدروز والإسماعيلية، ولست أدري إن كان يشمل القاديانية والزردشتية وغيرها، لست أدري هذا. يا شيخ حسن، أنت تعرف حقيقة أن النصيرية العلوية يؤمنون بأن علي هو الإله، وأنه خلق الأيتام الخمسة، والأيتام الخمسة خلقوا العالم. أنت تعرف جيدا بأنه في الثورة هذه كانوا يضربوا الحر الإنسان حتى يقول ربي بشار، ويقولونها عن عقيدة. هذا الأمر تجي بتقول هذول مسلمون يا شيخ حسن؟ وكذلك هم والدروز يؤمنون بعقيدة تناسخ الأرواح والتقمص، والإنسان إذا كان مات فإن روحه تحل في شجرة، في حجرة، في شخص آخر، في ذبابة إلى آخره. هل هؤلاء فعلا مسلمين يا شيخ حسن؟ هذا أمر خطير كتير كتير، هذا انحراف بشكل غريب. ثم بعد ذلك تقول أنه أصحاب فقه. هات لي مسألة فقهية عند النصيرية أو عند الدروز. وين سجلاتهم الفقهية؟ وين كتبهم الفقهية حتى ننسب أنه والله عندهم نتاج فكري وحضاري في الفقه، وهم لا يمتون إلى هذا بصلة. ولذلك فعلا أنت حينما رأينا منك هذا تعجبنا عجبا شديدا. إن كنت تؤمن حقيقة في هذا فراجع نفسك، والله أنت على شفا حفرة. ولكن إن كنت تقول سياسة كان ينبغي عليك أن تترك الأمر لغيرك، خلي يطلعوا الآخرين هم يتكلمون عن هذه القضية. لا بارك الله في رجل يستخدم الدين من أجل الدنيا، ولا بارك الله في رجل يستخدم الدين من أجل المصالح، ولا بارك الله في رجل يستخدم الدين إرضاء للآخرين. وسوف تسأل عن كل كلمة قلتها يا شيخ حسن. أسأل الله لي ولك الهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم الشيخ أبو مالك.